اقول بسم الله طيب. طب اعمل حاجة طيب. طب اخلص عشان خاطر ماما، عشان بصي في حاجات كتيرة حاجات كتيرة جوه وبره وهنا وهنا، وبصوا المنظر. يلا السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا اصحابي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. ولو كنت اول مرة بتشوفيني، انا بسمة ودي قناتي، وبتمنى تاخدي جولة فيها وباذن الله تعجبك. بسرعة تنسيني بلايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو منك كده، في دعوة حلوة ليا. ونبدأ على فيديو النهاردة. بصوا بتشخط فيا ازاي. فيلا بينا نصلي مع بعض على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. واول حاجه هعملها، في حاجات كنا مشتريينها مشتريات هنا اهوت عايزه اشيلها. استني اكمل الكلمتين تمام، ونفضي الكنبه دي كلها وهنشوف هنعمل ايه. وده لسه غسيل مطلعاه، كان مترقد من امبارح، ورقدت غسيل تاني دلوقتي في الغساله، هطلعه بكره عشان الدنيا بتشتي. فهلحق يعني ايه على قد كروانه عشان عندي كميه غسيل كتيره. حتى بصوا هنا في الارض في ايه، في هنا اهوت غسيل. مش عارفه بتعمل زوم. بصوا اللي في البانيو بتاع ليان دوت، بس عملت زوم معلش. ده هنقشره ودول هيتغسلوا وهنغير الملاية وهنعمل حاجات كتير، بس هي بره بتشتي. فنقول بسم الله. وهنا في حاجات كتير عايزة تتعمل، وهنا اوضة الولاد هنغير الملاية برضو. استنوا كده، ظبطت الزوم. تعالي اوبا، تعالي بسم الله. اوبا. بصوا هنا دي حاجات معلش من النطاطة دي. دي حاجات كنت غسلاها من المطبخ. بصوا بس المطبخ برضو هيلمان. انا بسلق بيض لليلي. بصوا انا عملت ايه من كام يوم. نظفت المطبخ خالص اهو، من هنا اهوت الجزء ده والمطبخ، والشباك قصدي. وشلت هنا دول المفرشين اللي هم هيتنشروا في الكروانه بره. عايزه اظبطه من جوه واشيل دول كمان يتغسلوا. ومش هحطهم، يعني هحطهم مع اللي هناك دول جوه البوفيه. تمام. الحاجات دي مغسوله على راسها كده، هدخلها جوه الضرفه وهظبط الكلام ده كده كله. بصوا ده اللي كنت جايباه من فتره ونسيته، نزول وطلوع فنسيته. هديله غسله حلوه. جبت جزر اهوت، هنعمله مع بعض ونلم كده الكلام ده كده كله. تمام. بصوا هنا، بصوا المنظر. كل يوم نازله فالحمد لله. بصوا ده ايه، شغاله بايد واحده معلش. ده رول طويل اهوت، يمكن انتوا شايفينه فوق المخده عشان مش هقدر امسكه، بس خشن مط خشن. بصوا يا رب تكونوا سامعين صوتي بس الاول. آم، مش لميع. ده هنحطه على الرخامه مع بعضينا. قلت اجرب الاسمر بدل ايه، اللي هو الابيض. كل مره ابيض ابيض، قلت نغير. وفي نفس الوقت جايباها. بصوا الرول دوت 1.20 متر، طوله 1.20 متر، جايباه مترين. ان شاء الله يجي، ان شاء الله يجي على الرخامه، ولو اتبقى زياده هحتاجه برضو كده. فيلا نقول بسم الله ونبدا على الفيديو. نقول بسم الله بقى كده. وعدينا الحداد. طبعا احنا كان لازم نعمل حداد على اخواتنا اللي توفاهم الله، ونحتسبهم عند ربنا شهداء ان شاء الله. طبعا ليلي في اول فيديو عامله لي هليله، وانا بسجل برضه عامله لي هليله برعايتها يعني. المهم، قبل ما نبدا فيديو النهارده، انا كنت حابه بس ايه ان احنا نقرا الفاتحه على اموات المسلمين والامواتنا اللي راحوا كلهم. فنقرا الفاتحه ونرجع تاني. صدق الله العظيم. المهم نبدأ بقى نشوف حياتنا ونشوف مشاغلنا. طبعا انا نزلت بس مصورتش ما عملتش اي حاجة. خلاص خلاص. هي بتتعارك، مش بتتعارك مع مين، هي رايحة جاب المشاية بتتعارك. بتتعارك وتسقف في نفس اللحظة. المهم زي ما انتوا شايفين، ليه انا ابتديت بديت مع برغم ان انا وريتكم الاوض والمطبخ والكلام ده كده كله، لان دي في واجهة الباب. فاللي هيدخل الريسبشن نوعا ما نظيف، فاللي هيدخل هيشوف دي في وشه. فاهمين قصدي؟ فقلت خلاص انا هلملم كل الكلام دوت واخد الخطوه، لان انا بقالي فتره كل يوم عايزه اشيل الم الكنبه ومش باخد القرار. بصوا بقى، جبت الكارديجان دي جديده. هي فرو كده جميله جدا، لونها اوف وايت. فتمام يعني. كل واحد بيبيعها بسعر، اللي يقول لي 200 وي 240 260 280 200. المهم انا خدتها ب 200. تمام. بوريك قلبي الدهب. غيرت الغوايش بتاعتي يا بنات، قولي مبروك، عشان كانت اتقطمت من وانا حامل. في اللي بتعمل لي الليله دي واحده فيهم اتقطمت من عند الختم بالظبط جنب الختم. رحت الحمها، قالوا لي لا مش هينفع علشان كده الختم هيسيح،
فمش خلاص يعني راحت عليا. التانية يعني حضرت السبوع بجوشة واحدة بس، يمكن بقالكم فترة مش بتشوفوني لابسينهم وكده. فالتانية اتقطمت برضو بعد السبوع. بعد السبوع. النصيب اتقطم ازاي؟ ما هي الحاجة بتطق مرة واحدة كده في ايدي، يعني لا خبطت حرام فيها ولا حاجة، يعني لوحدهم يعني. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. ملهمش نصيب معايا. فضل ماركونين، وانتوا عارفين اسعار الذهب في الطالع ومش عارفه ايه وكلام من ده، فما كنتش مستقره. طب وبعدين؟ بتعلي عليا يعني. المهم لما ربنا اراد وشاء، فاحنا ايه غيرناهم. احنا كنا نازلين مش في الحسبان اصلا ان احنا نغيرهم، كنا ناويين على حاجه تانية خالص في النصيب. والحمد لله. بصوا بقى، انا ضميتها كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اسيق يا جماعه البت دي، بصوا ورايا في كل حته، مش مخلياني عارفه اعمل حاجه. فبصوا بقى هعمل ايه. كل حاجه هكنسها، بحس ان المكنسه الكهرباء مش بتشفط كل التراب. ابوس ايدك روحي عند اخواتك خليني اخلص من فضلك يا فندم. تفتح لي الضرفه بتاعه المكنه. خراشي خراشي. المهم بصوا انا سكت البت دي واجيلكوا تاني. زياد جه خدها، يا لهوي على الهدوء يا ناس. خراشي. بصوا حتى وانا بكنس وبعمل مش سايباني. جيت اكنس حرف السجاده لقيت فيه ترابه بيضه، فقلت لا ما بديهاش بقى، ودي مش عايزه تشفط لي عدل، فرحت عامله ايه، عايزه حاجات خفيفه كده على مزاجها. فرحت جايبه بقى المكنسه العاديه. بصوا الترابه البيضه طالعه عامله ازاي، مزولاني ومش عارفه اكنس، وبتاخد الترابه من هنا ترجعها تاني. خليت له جن دخلتها الاوضه، وابتديت اخدت من الاول تاني. بصوا المنظر عامل ازاي. عايزه اجيب الجردل بتاعي وامسح، انا عايزه امسح يا بشر، مش عارفه. وبتمشي في كل حته، انتي مش بتسيطري عليها، انا مش عارفه اسيطر فعلا عليه. من بعد ما لميت رحت اخده بقى ايه الرفايع الصغنغونه خالص اللي مش بتيجي معايا في الجاروف، بالمكنسه بقى شفطتها كده. وهعمل كده برضو في اوضتي، لان هي هتبقى مزولاني في كل ناحيه. بصوا انا لما ضميت الكنبه ارتحت شويه. مش عارفه، يمكن هي كمان عشان بالمشايه فحاسين ان المكان ضيق، لكن لو هي مش بالمشايه فالموضوع يبقى عادي، يعني مفيش مشكله فيه. بس تاخدوش بالكم انا لابسه ايه، انا هقول لكم انا لابسه ايه، مين عارف اللي انا لابساها فوق دي. انا كنت لابسه البيجامه ومش قادره اغير عشان سقعانه، وبعدين عشان البس عبايه ولا حاجه عشان اصور يا جماعه الدنيا ساقعه. فرحت عامله ايه، لابسه البنطلون، لابسه الجيبه على البيجامه عادي جدا. وايه، والجيش قال لك اتصرف عشان اتدفى، ما انا مش هصور بالبنطلون برضه. المهم بصوا بقى، دخلت على اوضه النوم. عايز يدخل في الغساله دخلته، اللي عايز الابيض حطيته في الباسكت تاني علشان مش هغسله دلوقتي. والهدوم الملونه اللي حطيتها في الباسكت زي ما قلت لكم، انا في مترقد وفي اللي طلع هو بنشره، فمش عايزه بقى ايه حاجات كتيره عليا. بصوا الدنيا بتمطر وانا بنشر، هي هدت شويه. لو تاخدوا بالكم جات لي تاني. مش تزعلي كله. لو تاخدوا بالكم اول المنشر من هناك انا مش منشره فيه، لان بيطير الهواء الاتجاه دوت فبيتبل. اي غسيل متنشر هناك خالص كده بيتبل، لكن الجزئيه دي لا ما بيتبلش. عندي الحبل التاني ده استحاله انشر عليه عشان ما فيهوش تنده، فالحاجه هتتغرق. بس كده بقى خلص كل غسيلي وندخل جوه، وهوريكم في اخر الفيديو البلكونه بقت فاضيه وعامله ازاي. نعم حبيب ابي انت يا صغنغن، عامله الليله ربنا يحميها ويحرس. دخلت بقى على الاوضه ترقص. بصوا طب انا عامل ايه دلوقتي، ياخد الفيديو كله مني. في بطانيه فردتها قدامي عدل في المكان اللي مش هتيجي عليه شتاء، هي بتشتي وما فصلتش. وبقيت البطانيتين يا جماعه الدنيا ساعه، ما تسالونيش انتوا بتستغطوا بكل ده ازاي. انتوا شفتوا بيتي، يمكن انا صورته كتير من تحت لوحده، في ظهر السرير مفيش حد يعني جار، وفي ظهر حبيبي انت الناحيه التانية في ظهر اوضه العيال برضو مفيش جار، ولا هنا ولا هنا. يعني انا بيتي طالع كده لوحده، عالي لوحده، فالسقعه سقعه والحر حر وكلام من.
هدي بقى البطانيه دي تنفيضه، وهدي المرتبه برضو تنفيضه، وهسيبها شويه يعني، هعمل حاجات برضو بهوي وبعمل ورايحه وجايه، بفصل الكاميرا كتير، خدوا بالكم برضو تلاقوا فواصل كتير. بصوا جت تحت رجليا بالظبط. يا انسه، يا انسه انت كنت نايمه، انا ما سجلتش ليه وانت نايمه؟ انا اللي غلطانه، قلت اعمل حاجات تانية وانت نايمه. رافعه ايديها الاتنين وبترز تجنن نفسها. بحبك، بحبك قوي قوي قوي. بس فرشت بقى كده البطانيه تاني، البطانيه دي مش قادره استغنى عنها في الشتاء والله بالدفء، معلش استحملونا. افرش السرير، بمشي بالرياشه وهخلص خالص برضو، امشي بالرياشه تاني بعد ما اكنس. على فكره البني بيبان في التراب بسرعه زي الاسمر. ده الغسيل بتاعي، غسيل الولاد دخلته في اوضتهم وطبقته برضو مع نفسي. عايزه اقول لكم انا لسه ما عملتش اوضه الولاد، يعني انا هفصل معاكم الفيديو ده، مش هكمل اوضه الولاد والمطبخ معاكم، هكمله في فيديو جديد. لعيني دي مزولاني مزوله ما يعلم بالله ربنا. عملت المطبخ ولسه برضو ما عملتش اوضه الولاد، هكملها بكره بقى معاكم ان شاء الله. بس برضو عملت المطبخ ما دخلتوش في الفيديو ده عشان بيطول جدا. دي شنط الولاد كنت انا غسلاهم. بصوا هو احنا، ابوس ايدك ابوس ايدك، استني اخلص، استني، هيزعلوا مننا ويقولوا في دوشه. انت حبيبي. بصوا انا ما وديتش الولاد المدرسه الاسبوع ده، وهم ما راحوش ليه، اقول لكم كانوا هيروحوا الحد، كان اليوم الاثنين كان عندي كشف اصلا، ونزلنا بصوا البنت وجبنا حاجات ومشتريات وكلام من ده كله. ويوم التلات برضو ما كنتش في البيت خالص، من اول ما صحيت من النوم ورحنا لتيتا، ابتديت معاكم التصوير من يوم الاربع. فكده كده ما كناش في البيت. وبعدين اصلا كان يوم الاربع طلع ان الوزير قال يعني ما فيش نزول مدارس وكلام من ده بسبب سوء الاحوال الجويه. فهم اصلا ما راحوش الاسبوع ده، وانا كنت من اول اسبوع لما فوجئت بالمدارس بعت يعني لابونيه كده، هون احنا مش هنروح الاسبوع ده، هنروح من الاسبوع الجاي ان شاء الله، ربنا يكرم. بس كده بصوا انا اي مفارش بتيجي قدامي بشيلها، واللي بغسله مش هفرشه تاني. هتقولي لي لسه بدري والكلام ده كده كله، انا ما بصدق اخلص حاجه. ليان مش قادره اقول لكم اللهم بارك فيها يا رب عامله ايه فيا بجد والله العظيم، انا ما بصدق اخلص حاجه بجد. حتى المطبخ شغاله فيه واحده واحده. مش هقدر اعمل بقى تنظيفات على رمضان ومش عارفه ايه والكلام من ده، فاللي هيجي في سكتي هعمله حتى لو ما كنتش صورت علشان انجز في وقتي. البت دي فظيعه ربنا يحميها يا رب، بتسنن فتعبانه فغصب عنها، فاهمين قصدي؟ بس المهم خدت كله كده بالرياشه، حتى الرياشه بصوا الزوارق الجوانب بتاعه السرير مثلا، من تحت السراحه الكلام ده كده كله، المكنسه مش بتشفطه، عايزه اللي قدامها بارده بارده. وبعدين انا قلت لكم قبل كده ان انا هنزل شارع اسطاسي واجيب مشط المكنسه واجيب خرطوم بدل الخرم وكده، ونسيت. وانا عايزه اقول لكم ان انا رحت شارع اسطاسي واشتريت مشتريات برضو من نفس الناس اللي بتبيع الحاجات دي، والله كنت ناسيه تصدقوا، افتكرت وانا بسجل الفيديو، افتكرت معاكم دلوقتي. وبرضو واشترينا، يمكن انتوا شفتوا في اول الفيديو مشتريات، مش كلها، جزء من مشتريات رمضان. منين ما ننزل ان شاء الله من غير مقاطعه نكمل حاجه في حاجه. بصوا بقى بكنس ازاي، قايله لاخواتي امسكوها معاكم عشان ما تجيش ورايا، بجيب يا عيني السجاده كده وكده اهوت، واكنس من تحت منها علشان انجز. بطول قوي في السجاده بس عشان انا مجريه الفيديو. بس انا بطول قوي ليه؟ لان كلها شعري بقى بطريقه جامده قوي. الحمد لله على اللي احنا فيه، الحمد لله ربنا بيكتبه لنا وكل حاجه. المهم بصوا الانسه ليان كمان بتشد شعرنا، هي ليان دي ماسكه في ان هي تسند في اي شعر اختها، شعر اخوها كده، فاهمين ازاي؟ فكان كلها شعر. المهم ان احنا كده خلصت خالص اهو الحمد لله. انا هختم معاكم الفيديو هنا عشان طول قوي عليكم، هكمل الباقي معاكم في فيديو تاني، يعني انا هفصله بقى، هفصل معاكم الفيديو ده واخش اكمل، لان كده كده الغدا على النار، فهكمل معاكم. بس بوريكم ان كل حاجه نضفت. انا دخلت البطاطين كده فردتهم فوق بعضهم عشان الاوضه تتدفى، واقفلها بقى. خلاص هنا انا نشرت وظبطت الكلام، فهقفل بقى. بصوا بقى قبل ما انسى هنا، بصوا مفيش عصافير، وزعنا كل العصافير خلاص،
استنى يا جميل يا صغرغن. وكمان الستاره وقعت، كنت قلت لكم انا هصورها لكم، مفيش الا التنده هي اللي حامياني، فعشان كده ايه بوظت اموري في البتاع ده. والعصافير اللي هنا كمان اتشالت، بقيت قرعه خالص البلكونه زي ما انتم شايفين. المهم ان انا وصلت معاكم لاخر الفيديو، ودي غسيلي ويومي كان النهارده. ما تنسونيش بدعوه حلوه منكم ليا، وتنسيش باللايك، واستنوني في فيديو جديد. واستودعتكم الله، ولا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله.